سنه جديده بدات، وبحال كاع السنوات اللي دازوا كتواعد راسك بالتغيير، ولكن للاسف حتى حاجه ما كتغير. كتواعد راسك انك غتحقق الاهداف اللي حطيتي، ولكن ما كتحقق حتى شي هدف من الاهداف اللي كتحط. وهذا العام ما غاديش يكون استثناء، ومره اخرى غادي تخيب الظن ديالك في راسك. بطبيعه الحال انت ما عارفش السبب، لانه في وجهه النظر ديالك كدير الاشياء اللي هي صحيحه، ولكن التقدم ديالك تيكون ضئيل ولا شبه منعدم. بينما كتشوف ناس اخرين كيديروا نفس الاشياء اللي انت كدير، وهما كيديروا تقدم في الحياه ديالهم وتيتطوروا، ولكن لسبب ما كتعرفش علاش هما كيديروا تقدم وانت لا. وهادشي بسبب انك تفتقد واحد القطعه مهمه. انا عارف انه القطع ديال الاحجيه كاملين عندك، انا عارف انه في وجهه النظر ديالك كدير كل شيء بالطريقه الصحيحه، ولكن هاد القطعه اللي ناقصاك ثق بيا هي اللي غادي تسرع الوصول ديالك للنتائج اللي انت بغيتي، وهي اللي غادي تعاونك ان شاء الله توصل للاهداف اللي حطيتي في هاد السنه. القطعه اللي ناقصاك هي اللغه الانجليزيه. تقدر تقول دابا في راسك اش كيخربق علينا هذا؟ مستحيل تكون اللغه الانجليزيه هي السبب اللي ما خلينيش نوصل للاهداف ديالي، ولكن ثق بيا راه هي السبب. حيت للاسف نسبه كبيره ديال الناس كيهملوا اللغه الانجليزيه والاهميه ديالها، رغم انه العالم كامل واقف عليها. راه غير منطقيا ما يمكنش توصل للحوايج اللي انت بغيتي والعالم غادي في تيار وانت غادي في تيار، وبدون اللغه الانجليزيه راه مستحيل توصل للنتائج اللي انت بغيتي. تقدر تقصح راسك وتقول لا الانجليزيه ما عندها حتى علاقه بالاهداف ديالك. مزيان، قصح راسك، وراه ما غاديش تنجح وتوصل لداكشي اللي انت بغيتي. تقدر تجي الهضره هذه قاصحه، ولكن هذا هو الواقع. ودير في بالك انه من ضمن كاع الناس اللي كيحطوا اهداف لسنه جديده، فراه غير 9% تقريبا اللي كيقدروا يوصلوا للاهداف اللي حطوا. في نظرك هاد 9% ديال الناس ما عندهمش شي حاجه اللي كتميزهم عليك، وهاد الحاجه هذه هي اللي كتخليهم يحققوا الاهداف ديالهم بينما انت لا. وبما انك وصلتي حتى لهاد الوقيته من الفيديو، فراه كنظن انك عارف الحاجه اللي خلاتهم يوصلوا للاهداف ديالهم، بينما كل عام انت كتبقى تدور في بلاصتك بلا حتى شي تقدم. هادشي علاش كنتمنى انه تكمل الفيديو باش هاد العام هذا تكون عندك واحد الميزه اللي ما كايناش عند بزاف ديال الناس. وباش نخلي هذا الفيديو هذا مفيد، غادي نعطيك كيفاش اللغه الانجليزيه تقدر تعاون فئات مختلفه ديال الناس. وفي النهايه ديال الفيديو غادي نشارك معك خطه مجانيه باش تعلم اللغه الانجليزيه. اول فئه غادي ندوي عليها هي الفئه ديال الطلبه والتلاميذ اللي في الثانوي. هذه الفئه بالتحديد مهمه ليها اللغه الانجليزيه بزاف. تخيل معايا انك تكون كتقرا مزيان ويكون الهدف ديالك هو انك تقرا على برا، ولكن عندك مشكل واحد هو انه ما عندكش مع اللغه الانجليزيه، كتكرهها كره شديد. اسمح لي دابا حيت غندمر لك الامال ديالك، ولكن راه شبه مستحيل انك تقرا على برا لما كنتيش كتقن اللغه الانجليزيه. من غير ما كنتي قابل على راسك تقرا في شي دوله من دول العالم الثالث، ديك الساعه راه ممكن تقرا على برا. ولكن الا كنتي باغي تقرا في شي دوله محترمه ولا شي جامعه مرموقه، حتى الا بغيتي غير تعمق في داكشي اللي انت كتقرا، فراه شبه مستحيل انك دير هذه العمليه بلا اللغه الانجليزيه. حتى الا كنتي طالب وبغيتي تستثمر الوقت ديالك في انك تتعلم مهارات جداد، فراه الاغلبيه ديال الدورات والمصادر التعليميه غادي تلقاها باللغه الانجليزيه. شحال مهم انك تتقن اللغه الانجليزيه. دابا ندوزو لفئه اخرى من الناس اللي هي الموظفين. صراحه انا هذه كنشوفها اكثر فئه ضايعه لانها ما عندهاش اللغه الانجليزيه، حيت كل عام كاينه واحد الفئه كبيره ديال الموظفين اللي كدير مجهود باش انها ترقى وتحصل على رواتب احسن، ولكن كيدور العام وكيبقاو في نفس البلاصه اللي هما فيها. الحل ببساطه لهذه الفئه هي انهم يتعلموا اللغه الانجليزيه، حيت غادي تخول لهم انهم يحصلوا على وظائف مزيانه في دي ملتي ناسيونال، وديك الساعه تلقائيا راهم غادي يحصلوا على رواتب افضل. الانجليزيه ايضا غادي تعاون الموظفين انهم يحصلوا على فرص برا المغرب. واحد المعتقد اللي غلط عند بزاف ديال الناس هو انهم ممكن يخدموا في دول اللي اللغه الاولى ديالهم ماشي هي اللغه الانجليزيه بدون ما يحتاجوا يتعلموا اللغه الانجليزيه. بالعكس، فراه واخا تبغي تمشي لدوله بحال فرنسا مثلا، فهاد الشيء غادي يتطلب منك واخا هكاك تتقن اللغه الانجليزيه باش تخدم تما، واللغه الفرنسيه بوحدها ما كافياكش باش تخدم تما. تنظن دابا انك كموظف وعيتي واحد شويه بالاهميه ديال اللغه الانجليزيه والامكانيه ديال انها تقدر تغير لك المسيره المهنيه ديالك. هادشي علاش الا كنتي موظف بقى حتى الاخر ديال الفيديو باش نعطيك الحل. ندوزو لواحد الفئه من الناس اللي هي الفريلانسرز. فرا الفريلانسرز اللي كاع ما كيتقنوا اللغه الانجليزيه محكوم عليهم بالفشل، لان نطاق العمل ديالهم كيبقى محصور في واحد الدائره صغيره. بينما كانوا كيتقنوا اللغه الانجليزيه فراه غيكون ساهل عليهم انهم يجيبوا كلاينتس من جميع انحاء العالم. واحد الحاجه كتكون رابحه ملي كتكون خدام مع الناس من جميع انحاء العالم هي انك ما كتبقاش متعلق بشي بلاصه جغرافيه. دابا الا كنتي فريلانسر تنظن هادشي هذا غيكون وعاك واحد شويه بالابواب اللي تقدر تفتح لك اللغه الانجليزيه. دابا ندوزو لواحد الفئه واحده اخرى من الناس اللي هي المقاولين واصحاب الشركات. هاد الفئه هذه منها واحد نسبه كبيره اللي كتحقق نتائج زوينه، وهاد النتائج ممكن بسهوله يضاعف الا فقط داك المقاول استثمر شويه من وقته وفلوسه باش يتعلم اللغه الانجليزيه. حيت الانجليزيه ببساطه غادي تفتح ليه الباب ديال انه يدير شراكات مع ناس من مختلف دول العالم، وهكا غادي يقدر يدوبل او يتريبلي الشيفر دافير. هاد الفئات بربعه اللغه الانجليزيه مهمه لهم بزاف وعامل حتمي في انهم يزيدوا لقدام ويحققوا الاهداف ديالهم. الاستعمال ديال اللغه الانجليزيه ما منحصرش فقط على هاد الاشخاص. راه الانجليزيه تقدر تحل لك بيبان اللي يقدروا يبدلوا لك المجرى ديال حياتك، والا ما كانتش عندك اللغه الانجليزيه فراه ما غتوصلك الخبار ديال هاد الفرص حتى يفوت الفوت، ويكون كلشي تكب عليهم ولات فيهم منافسه اللي شرسه. غير كمثال دروب شيبين، واحد المجال اللي ضربوا منه بزاف الناس فلوس، وهاد الناس اللي ربحوا منه فلوس فايتينك غير باللغه الانجليزيه، حيت خولات لهم
انهم يطيحوا على الدومين قبل ما ينتشر وتولي فيه منافسه كبيره. وغير ابسط حاجه عاوتاني اللي هي الذكاء الاصطناعي اللي غينفعك في بزاف ديال الحوايج وغيختصر عليك بزاف ديال الوقت، فراه مستحيل تخدم به الا ما كانتش عندك اللغه الانجليزيه. المهم الاستعمالات ديال اللغه الانجليزيه لا حصر لها وغتساعدك في بزاف ديال النواحي في الحياه ديالك، وثق بيا انها هي اللي غادي تعاونك انك توصل للاهداف اللي حطيتي هذا العام هذا. وحتى الا ما عاوناتكش فهي غادي تسرع البروسيس ديال انك توصل للاهداف ديالك ان شاء الله. ومادام انك وصلتي حتى لهنا فانا متاكد انه غادي تبغي تتعلم اللغه الانجليزيه حيت وعيتي الاهميه ديالها وكيفاش ممكن تبدل لك حياتك. هادشي علاش نخلي لك هذا الفيديو هذا اللي فيه الخطه المجانيه باش تتعلم اللغه الانجليزيه هاد السنه دي ان شاء الله.